ازاي افرق بين لعب الاطفال الجنسي الطبيعي بدافع الفضول والاستكشاف وما بين تعرض ابني لتحرش جنسي؟ بمنتهى البساطة، الفضول الجنسي الطبيعي للأطفال بيكون في المرحلة العمرية من 4 ل 8 سنين. ده بيحركوا حب الاستطلاع لاستكشاف الفروق الجنسية بين الجنسين مش أكتر. فبالتالي التصرف اللي بيحركه بشكل رئيسي هو النظر بدافع الفضول للمناطق الخاصة للطفل الآخر والضحك وأحيانا اللمس الخارجي. أما التحرش بحسب تفسيري هو بعيد تماما عن التصرف الطبيعي، لأن في التحرش الفعل بيكون أكثر خطورة وما بيكتفيش ولا بينتهي بمجرد النظر، بل ممكن يلجأ المتحرش لاستخدام أساليب أخرى كتير، زي إنه ممكن يلجأ لأشياء أو استخدام أصابع مش مجرد نظر، وصعب إنك تبعد المتحرش عن هدفه. فممكن يلجأ للإصرار، وأحيان كتيرة بيكون في تهديدات أو تخويف من موقف ما للطفل الآخر، والأفعال دي بيحاول يكررها كل ما بتتاح له الفرصة. وعشان كده رد فعلنا عند تعرض ابننا للتحرش لازم يكون مختلف تماما عن رد فعلنا لما بنعرف انه مجرد فضول طبيعي في مرحلة عمرية ما، زي اللي وضحناه في الحلقة اللي فاتت. اتمنى كده اكون وضحت لكم الفرق ما بين التصرف الطبيعي والتعرض للتحرش، وان شاء الله الحلقة الجاية هعرفكم رد الفعل المناسب عند تعرض ابنك للتحرش. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.